كيكه ديال الجزر اللي كتجي رائعه، المكونات ديالها بسيطه وكتوجد في اسرع وقت. ندوزو باش نحضروا الوصفه. السلام عليكم البنات، مرحبا بكم عندي في القناه. وصفه ديال اليوم كيكه ديال الجزر كما وريتكم في الفيديو. غادي نحضروها بابسط المكونات. بالنسبه للمكونات عندي هنا 4 ديال البيضات. غناخذ الخلاط الكهربائي ونضيف ليه 4 ديال البيضات الحجم متوسط، نضيف لهم رشه ديال الملح وكاس ديال السكر السنيده، يعني القياس خديتهم كاشياء العنبه. غادي نخلط المكونات مزيان حتى يولي لي الخليط يعني بيض اللون ديالو باش كتنجح معكم الكيكه. هنا بعد ما خلطنا الخليط كما كتشوفوا كيجي القوام ديالو على هذا الشكل، غنصبوه في الاناء اللي غادي نخدموا فيه. نضيف ليه واحد الياغورت بالنكهه ديال الشوكولا. الوزن 80 غرام، ممكن ديروا اللي كيوزن 90 غرام. غنخلط المكونات مزيان حتى تندمج العناصر، ونضيف مكون هو الجزر. يعني خديت الجزر حكيته في الحكاكه وعصرته مزيان من الماء، يعني القياس كاشياء العنبه ديال الجزر كما كتشوفوا في الفيديو، يعني ناشف. تحاولوا ما امكن تنشفوه من الماء. كل ما ضفنا اضافه ديال المكونات نخلطو مزيان. غنضيف هنا 2 معالق كبار ديال الكاكاو، بودره ديال الكاكاو. ممكن تستعملوا ديال الصافيات، انا استعملت هنا ديال العبار 2 معالق كبار. غنغربلهم مزيان ونخلطهم حتى هما. هنا بعد ما ضفت الدقيق غنضيف 2 ساشيات ديال الخميره، كل وحده كتوزن 8 غرام. الوزن المجموع ديالهم 16 غرام. ونخلطوا المكونات. هنا واحد الملاحظه اللي غنقول لكم بالنسبه للكيك ديال الشوكولات، ديما البودره ديال الكاكاو كتستعملوها قبل ما تضيفوا الدقيق باش كتجيكم الكيك معلك. هنا بعد ما خلطنا وضفنا البودره ديال الكاكاو هي الاولى على الدقيق. بالنسبه للدقيق كاس ونص اللي خدات لي هذا الكيك، ممكن تستعملوا 2 الكيسان، ممكن كاس ونص على حسب النوعيه ديال الدقيق. هنا غنضيف الجوز قرقاع، يعني ممكن تضيفوه ممكن تستغناو عليه. انا ضيفته تيتواتى مع الجزر، والكيك ديال الشوكولات كتجي مع القرقاع، ويعني كيتناسبوا زوين، كيجي زوين. نتمنى تجربوه. غنخلطوا المكونات مزيان بهذه الطريقه. هنا بعد ما خلطنا المكونات عندي هنا اللاطه اللي غندخل الفران، درتها على هذا الشكل. هذا المول ممكن تضيف تستعملوا اي مول عندكم. غنصب الخليط، انا دهنته بالزيت
الطريقه باش هنت انا هاد المول، كناخذ الزيت كنديرو في المول، نرش عليه الدقيق ونخلطو، يعني الكيك ما كيتلصقش في المول. نضربو هكا على سطح العمل باش يخرجوا دوك الفقاعات، باش تكون الكيكه مهويه، وندخلها للفران طيب. ومن بعد نوريكم الشكل ديالها كيفاش طيب. هذا هو الشكل ديالها كما كتجي، كتشوفوها رطبه وهشيشه، كتجي طالعه. هنا التزيين، خديت هنا الشوكولات كالا، ذوبته، ضيفت ليه شويه ديال الحليب، غنصبو على الكيك بهذه الطريقه، وندير ليه الشوكولات الابيض حتى هو بنفس الطريقه، نذوبو ونزينو على الطريقه على شكل الرخام. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. من يعجبكم الفيديو بارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء. كانت معكم صفرة ام اسراء، في امان الله.